السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل وصفه حلوه قوي للمدارس، العيش الفينو. مفيش بيت بيخلى من العيش الفينو من المدارس. العيش الفينو غالي جدا دلوقتي، لا اعمليه في البيت بطريقه سهله. هنعمل العيش الفينو من غير بيض، من غير زبده، من غير حليب. عجينه هشه وقطنيه وخفيفه وحلوه جدا جدا، وبجد مش مكلف خالص. اوفر بكتير ما هتجيبيه من بره. عايزه اقول لكم ان من نص كيلو دقيق عملنا كل الكميه دي، عاملين 16 رغيف. بصوا بقى من جوه عامل ازاي. مفهوش لبابة كتيرة ولا معجن ولا اي حاجة، وخفيف وطعمه حلو قوي، ولونه تحفة، ومن غير بيض ولا حليب. طريقة سهلة ومقادير بسيطة، وان شاء الله يعجبكم وينجح معاكم وهتتبسطوا منه جدا جدا. عايزة اقول لكم كمان انه احلى من بتاع الافران. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، وهسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. معايا اول حاجه كوبايه من الميه الدافيه، يعني 200 مللي، وتقدروا تستبدلوها بالحليب. بس النهارده العيش الفينو بتاعنا بطريقه المخابز، هما مش بيستخدموا حليب. بعد كده حطيت معلقتين كبار من السكر حبيبات، يعني 35 جرام. معلقة كبيرة من الخميرة البيرة أو الخميرة اللي هي بتاعة الأفران، 10 جرام. لو ما عندكيش يبقى استخدمي الخميرة الفورية، معلقة كبيرة برضو بيكون وزنها 10 جرام. بعد كده هحط 3 معالق كبار من الدقيق. أنا هعمل النهاردة الفينو معاكم مقدار نص كيلو من الدقيق، فأنا خدت من نص كيلو الدقيق 3 معالق كبار. بقلب كويس جدا لحد ما السكر والخميرة يدوب. طب ايه فايدة الخطوة دي؟ دي كده محسن طبيعي، بيخلي العيش الفينو معاكو هش وطري وخفيف، وما يطلعش مكتوم. كمان لو قعدتوه لتاني يوم وجيتوا تعملوا منه سندوتشات وتفتحوه، ما يقطعش معاكو ولا يفرول ولا اي حاجة. بغطيه بكيس وعليه فوطة وبسيبه كده في مكان دافي لحد ما يخمر. طبعا على حسب الجو عندكم، يقعد معايا نص ساعة. شايفين ما شاء الله الخميرة متفاعلة وممتازة. عايزة ريحتها حلوة جدا جدا. بعد كده هحط 4 معالق كبار من الزيت النباتي، يعني 35 ملي. بقلب كده تقليبة، وهضيف نص كيلو الدقيق اللي احنا خدنا منه 3 معالق كبار. ده دقيق جميع الأغراض أي نوع، بنكون نخلونه كويس جدا. وبحط كده رشة من الملح. لو حابين ان انتوا تستخدموا دقيق مخبوزات براحتكم. بعد كده حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخلي العيش الفينو هش وخفيف وتحفة. وعليهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض. بصوا أول ما هننزل بالخل على البيكنج باودر، شايفين التفاعل ده بقى بيخلي العيش معاك وهش وجميل جدا. هنعجن العجين طبعا بالمعلقة بقى، مش هينفع بإيدينا كده ونبتدي ان احنا نعجن. ولو عندكم عجان تقدروا ان انتوا تعجنوها في العجين. اهم حاجة مش هزود اي سوائل ولا اي حاجة غير لما اعجن كده شوية لحد ما اشوف هي فعلا محتاجة ولا مش محتاجة. بصوا العجينة لا ناشفة معايا، وفي دقيق كمان ما تلمش. هي طبعا كده محتاجة معايا نص كوباية من المية الدافية. ببتدي ان انا انزل بيها شوية شوية، لان ده بيكون على حسب نوع الدقيق. طب لو انت بتعجني ولقيتي المية زادت منك ولقيتي العجينة بتلزق قوي كده ومش بتتلم، عادي جدا زوديها معلقة دقيق، وابتدي ان انت عجيني معلقة في معلقة كده لحد ما تظبط معاكي العجينة. بصوا هي خدت معايا ربع كوباية تاني زائد معلقتين، يعني كل مقدار السوائل اللي خدته معايا العجينة كوباية وربع زائد معلقتين. كوباية اللي حطيناها في الأول، وخدت دلوقتي معايا ربع كوباية ومعلقتين. بعجن بقى كويس جدا عشان تاخدوا عيش فينو هش وطري، وكمان ما يفرولش كده معاكوا. لما يقعد لازم تعجنوا كويس جدا، مش أقل من 10 دقايق. في الأول هتلاقوا العجينة منحكشة وشكلها وحش كده وبتقطع. استمروا كده في العجن. بصوا ما شاء الله العجينة بقت ناعمة جدا وما فيهاش أي تشققات، وفيها كده مطة حلوة جدا جدا. هبتدي إن أنا أكورها. بعد كده هحطها في الطبق وبغطيها بكيس وعليه فوطة، وبسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. الوقت قد ايه ده يا جماعة؟ بيكون على حسب الوقت الجو عندكم. ممكن تاخد عندك نص ساعة، ممكن ساعة، على حسب الجو. كل ما الجو بيكون حار كل ما بتخمر أسرع. بسم الله ما شاء الله العجينة خمرت معايا. بصوا العجينة بجد ملبن طرية، وفي نفس الوقت مش بتلزق ولا عرق. العيش الفينو يطلع معاكو قمر. بخرج منه الهواء. بعد كده بعمل العجينة زي الرول، وبقسمها لنصين، وكل جزء بقسمه لأربعة، وكل قطعة بقسمها لاتنين. في الآخر هيديني 16 قطعة. ولو انت عندك ميزان تقدري ان انت تعمليها، يعني بالميزان توزنيها. كل قطعة بتبقى 50 جرام. شايفين ما شاء الله بتمط حلوة جدا. طبعا اتقطعت كده في الآخر لأن احنا مطناها كتير، طبيعة تتقطع في الآخر. بصوا هبتدي بقى ان انا اخد كده كورة كورة، وابتدي ان انا اكورها. بعملها كده زي الكايزر، وبغطيه بكيس وعليه فوطة ونبدأ نشتغل فيه. بعد ما عملنا الكور كده وغطيناها، بنسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق عشان ما نيجي نفردها تتفرد معانا بسهولة.
باخد كده اول كوره بعد ما ارتاحت 5 دقايق وابتدي ان انا افردها بايديا، بعد كده بالنشابه. انا عايزاها تكون مربعه. لو لقيتوا الشكل كده مش جاي معاكوا عادي جدا شيلوها وحطوها تاني وظبطوها تتفرد معاكم بكل سهوله. ببتدي بقى ان انا كده من عند الحرف ابتدي ان انا الف، طبعا بنلف بالعرض مش بالطول، وكل ما الف كده لازم بصبعنا كده نضغط كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي فراغات، والعيش الفينو يطلع زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. كل ما بلف بعد كده ابتدي ان انا اضغط. اهم حاجه بقى ان اقفله كويس جدا جدا عشان ما يفتحش معانا في الفرن. بقفل كده من تحت وبقفل الجوانب. بصوا شايفين التقفيل عامله ازاي؟ لازم اتاكد ما تستعجلوش، لازم تقفلوه كويس جدا. بعد كده باخد الطرف وادخله لجوه علشان يديني شكل الفينو الجاهز، وباجي كده مع الطراف بلفها لفه بسيطه عشان يبقى شكله زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. حضرت بقى صاج بدهنه دهنه بسيطه من الزيت. اهم حاجه بصوا القفله لازم نحطها من تحت وتاكدوا ان هي من تحت عشان ما تجيش من الجنب والفينو يفتح معاكم. وبضغط كده ضغطه بسيطه من فوق. هعمل معاكم واحدة تاني عشان تثبت كده في دماغكم، هي سهلة جدا. بصوا باخد العجينة وببططها كده بإيديا، بعد كده افردها بالنشابة على شكل مربع وبالعرض كده. هبتدي ان انا الف. اهم حاجة بنقفل كل ما بنلف نقفل كويس جدا. لو وصلتي معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطولي لايك للفيديو، اوعوا تنسوا. بصوا بقى بنقفلها كويس جدا جدا. اهم حاجة عايزة اقولكوا عليها، الخط اللي احنا بنقفله ده خليه كده بالطول، يعني ما تخلوش الخط القفلة رايحة جاية كده يمين وشمال عشان ما يفتحش معاكم في الفرن. بقفلها كويس جدا والجوانب بعد كده بحطها في الصاج وبنسيب مسافة صغيرة ان هو لسه هيخمر، وبخلص كل الكمية. خلصت كده كل الكمية وما شاء الله هتلاقوا الصف الاول من الفينو ابتدى ان هو يخمر لان الجو حر فابتدى يخمر وانا شغالة. انا بخمره ازاي؟ انا بدخله الفرن المطفي وبقفل عليه باب الفرن وبسيبه لحد ما يخمر ويتضاعف حجمه. الفرن مطفي يا جماعة، انا بخمره لسه. وده كده بعد ما خمر. بصوا بقى انا بلمعه بايه، هي بخاخة فيها مية وبس مش اكتر من كده. المية من غير اي حاجة، مش حطها فيها سكر ولا حاجة. بندخل الفينو فرن سخن على درجة حرارة 200. الشبك اللي في النص بيقعد 10 دقايق مش اكتر من كده عشان الفينو منشفش معاكم، ياخد لون خفيف كده من تحت وهو بيكون استوى. نطفي الفرن ونشغل الشواية عشان ياخد اللون الحلو ده من غير بقى بيض ولا حليب ولا اي حاجة. اهم حاجة وهو تحت الشواية نفضل نلف الصاج كل شوية عشان ياخد لون من كل الاتجاهات. بعد كده بيطلع بديله بخاخة مية وبغطيه بفوطة علشان الوش يطرى كده معاكم، وبتسيبوه ربع ساعة تلت ساعة متغطي بالفوطة بعد ما بنرشه كده بخاخة مية. لو لقيتوه لازق بتسلكوه كده بيطلع معاكم بكل سهولة. شايفين ما شاء الله العجينة رهيبة يا جماعة. العيش الفينو قطني وخفيف، بصوا بضغط عليه بيرد تاني معايا ازاي زي السفنجة. خفيف جدا، لو كان مكتوم لو كنت ضغطت عليه ما كانش رد معايا كده تاني. بلمعه كده مسحة بسيطة من الزيت ده بس للشكل يعني مش اكتر، لكن تقدري ان انت تستغني عن الخطوة دي بس بيديله شكل حلو قوي. بجد الفينو ده تحفة، جربوه مش هتندموا. تعالوا بينا نفتح العيش الفينو من جوه ونشوف شكله عامل ازاي، معجن اللبابة بتاعته كده كتيرة ولا ايه النظام بتاعه. تعالوا بينا نفتحه. بصوا ما شاء الله عايزه اقول لكم العيش خفيف جدا جدا، مش حاسه ان انا ماسكه حاجه في ايديا. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. من جوه مش معجن ولا فيه البابة كده كتير ولا اي حاجه، وشايفين المسامات بتاعته تحفه. جربوا المقادير ونفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها هتاخدوا احلى نتيجه للعيش الفينو. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده عسل. جربوه وانا متاكده ان شاء الله ان هو يعجبكم، هش وخفيف ومش مكتوم وطعمه حلو جدا جدا. اعملوا لي المدارس وان شاء الله اعمل لكم وصفات حلوه قوي للمدارس. وهقول لكم ازاي تحفظوا دلوقتي الفينو. بعد ما تعمليه وخلاص خلصتيه سيبيه تكوني مغطيه بفوطه وسيبيه يبرد تماما. بعد كده حطيه في كيس وخرجي منه الهواء، اقفليه كويس جدا ودخليه الفريزر. قبل الاستخدام طلعيه وسيبيه كده لحد ما يفك. بعد كده ممكن لو عايزه ان انت تسخنيه في الفرن سخنيه، هيطلع معاكي اكنك لسه عاملاه. وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه، اتمنى ان انتوا تجربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله. ويا ريت لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.